ومعنا من الرياض العميد الركن أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي. مساء الخير سيادة العميد. بعد افتتاح مطار عدن وإعادة تدشينه، هل يمكن القول إن عدن باتت آمنة بالكامل؟ مساء الخير أخي الكريم، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين وكل عام وأنتم بخير. طبعا أخي الكريم، نحن ننظر إلى ما يحدث الآن في عدن، وكما سبق وأن ذكرت قيادة التحالف أن خطوة إيجابية كبيرة في اتجاه جلب الأمن والاستقرار والسلام لليمن بكامله. طبعا المطار، الجميع يعلم أهمية المطار بالنسبة لشريان الحياة للمواطن اليمني داخل عدن. هذه خطوة مهمة، ولذلك التحالف عندما أقدمت على هذه الخطوة فهي تؤكد أولا على أنها ماضية نحو تحقيق أهدافها. وإذا تسمح لي أذكر أن الأهداف الثلاثة لا تزال مستمرة معنا، وهي وأهمها الإغاثة للمواطن اليمني وعمليات الإنسانية، تصدي ميليشيات الحوثية، ودعم وتأمين المواطن اليمني في مساكنهم. هذه الخطوات تتم الآن باتباعا داخل مدينة عدن. نستطيع أن نؤكد أن عدن الآن أصبحت أكثر أمنا مما مضى، لكن ننظر للموقف بحذر تام، لأنه لا نستبعد أي نوع من المبادرات السيئة اللي ممكن تقدم عليها ميليشيات الحوثية. ولذلك قيادة التحالف واللجان الشعبية والجيش اليمني الحر التابع للشرعية يقومون بدورهم في هذا الجانب لتأمين المدينة بالكامل وتعود الحياة بشكلها الطبيعي إن شاء الله. طيب سيادة العميد، الطائرة السعودية الأولى اليوم التي حطت على أرضية مطار عدن حديث على أنها تحمل حوالي 20 طنا من المساعدات الإنسانية، وهناك معلومات لا نعلم مدى دقتها حول أنها تحمل أيضا مساعدات عسكرية. هل هناك مساعدات عسكرية أرسلتها السعودية إلى المقاومة في اليمن؟ أولا أخي الكريم، الطائرة طائرة سعودية ولكنها تابعة لقيادة التحالف. لا يوجد جهود فردية في قيادة التحالف، هناك جهود جماعية تشارك فيها جميع الدول المشاركة في عملية إعادة الأمن لليمن. فيما يخص الدعم فنحن لا يوجد ما نخبئه بهذا الجانب. نحن ذكرنا من يوم الأول أننا ملتزمون بدعم المقاومة والجيش اليمني الداعم للشرعية بجميع المساعدات، سواء العسكرية أو الإغاثية أو اللوجستية وغيرها. وجود المواد الإغاثية اليوم هي تركيز أساسي، ولعلكم تابعتوا التقرير أن مركز الملك سلمان هو المعني بهذه الشحنة لأنها شحنة إغاثية. أما بالنسبة للدعم العسكري فهذا ليس سرا، نحن ندعم عسكريا الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية واللجان الشعبية حتى يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد ما تقوم به الميليشيات الحوثية. وأنتم تابعتم في الفترات الماضية كيف كانت هناك وحشية في التعامل مع المواطن اليمني، ولذلك هذا ليس سرا. ولكن لا نحب أن نعلق على مثل هذه التفاصيل لأنها تأتي في إطار عمل كبير وخطة كبيرة لتحرير اليمن من هذه الميليشيات. نعم. طيب، تم الإعلان فيما يتعلق بالجهود الإنسانية سيد عسيري. الحديث الآن عن افتتاح جسر جوي لإيصال المساعدات الإغاثية. نريد المزيد من التفاصيل، حجم هذه المساعدات المنتظر وصولها، كيف سيتم توزيعها على الأرض، ومن يتولى مسؤولية إيصال المساعدات بشكل آمن إلى من يحتاجها؟ أولا أخي الكريم، فيما يخص المساعدات الإغاثية هي لم تتوقف منذ اليوم الأول لعملية إعادة الأمن. تعلمون تماما أنه كانت هناك دائما وأبدا إعلام من قيادة التحالف أن التصاريح لمن يرغب الذهاب إلى اليمن برا أو جوا أو بحرا يعطى له تصاريح. هناك أنشئت قاعدة للإغاثة في جيبوتي، وكانت المواد الإغاثية تنقل من جيبوتي إلى الموانئ اليمنية، وكانت الأمم المتحدة هي المسؤولة عن ذلك. نعم. أما بالنسبة لسؤالك عن تفاصيل الكميات وكذا، فإذا تسمح لي أن يتم السؤال للأخوان في مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية لعلهم يعطونكم التفاصيل الدقيقة للأرقام وحجم الشحنات. فيما يخص الجانب العسكري، كانت التحالف ملتزمة بتأمين وصول مثل هذه المواد. نحن نعتبر الآن العمل الذي تم في مطار عدن هو خطوة مهمة لتقريب المسافات واختصار الزمن في وصول المواد الإغاثية داخل اليمن. عملية التوزيع نحن الآن ننظر للمراحل. المرحلة الأولى الآن
هي عدن، ثم سوف تنتقل المراحل المستقبلية إلى أن تصل لكامل المدن اليمنية. تعلمون أنه في الحديدة كان هناك سيطرة من قبل الميليشيات الحوثية وعصاباتها على مثل هذه المواد الإغاثية، وكانت لا تذهب للمواطن اليمني لأنها تختطف من قبل هذه العصابات. الآن عدن سوف تكون قاعدة إن شاء الله لنقل مثل هذه المواد التموينية لداخل المدن تباعا حتى تصل إلى المواطن اليمني بشكل سليم. لا نزال نرغب من الأمم المتحدة أن تتواجد على الأرض وتساهم في هذا الجهد، لأن سوف يكون لها جهد كبير في إيصال المواد الإغاثية، وهذا يتم إن شاء الله بالتنسيق من خلال مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية. العميد الركن أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي من الرياض، شكرا جزيلا لكم.